حسبي الله ونعم الوكيل في فريق لا ليه لازمه، ولا عايز حاجه من الدنيا، ولا عايز حاجه من الدوري. انا جاي اعكنن عليكم. طب العب كوره. هتقول لي يا عم طب انت زعلان ليه عشان بيلعبك كوره لا العب كوره. لكن كميه تضييع الوقت اللي بتحصل دي، ده لو بيلعبني على الكاس ما هيعمل معايا كده. لو بيلعبني على ماتش هياخد بيه الدوري ما هيعمل كده. وهنشوفه قدام الاهلي هيعمل ايه. نيجي لنا احنا بقى، لا احنا غلطانين يا كابتن معتمد اللي انت بتعمله ده. يعني ليه الشوط الاولاني بادئ بالتشكيله غريبه، تشكيله فعلا مريبه. مين دول؟ ليه الجزيري جايبه من الثلاجه تلعبه في ماتش اهم ماتش في الدوري؟ جايب احمد ربيع من مش عارف من انهي داهيه تلعبه لنا في اهم ماتش في الدوري. بتريح فتوح احنا، يعني انت كده ادي كانت خدت نقطتين شبه لبستهم. ضامن بقى انك تكسب ماتش الاهلي؟ الله اعلم، انا مش فاهم في ايه. الدنيا كانت ماشيه كويس، والشوط الثاني انا احسن طبعا طبعا مليون فرصه مش مكتوبه لك، واخدين عين محترمه وعين عارضه، كره بتيجي تخبط في الجون وتنزل لاخوان تخبط في بطنه وتيجي للجون. الكوره مش عايزاك. الكوره النهارده مش عايزه الزمالك، الكوره النهارده مش عايزاك تكسب. وبتلاعب فريق بيلعب على حياه او موت، ده فاهم؟ انا يعني مش عارف، انا مش قادر افهم. انت ليه طب بتضيع وقت ليه؟ العب كوره زي الرجاله. مش انت راجل وجامد؟ ما تلعب كوره. واقف ورا مش عايز يطلع ويضيع وقت، والجون كل شويه يقع، واللعيبه كل شويه تقع، وكل شويه ما اعرفش يحصل ايه، والعربيه تخش لهم وينزل تاني. شغل من نسوان. مفيش كوره، انتوا ما بتلعبوش كوره. في ايه؟ شوط تاني الزمالك بقى ابتدى يلعب كوره، ابتدى ينزل. طبعا الفريق نزلت فريقك ناصر المنسي ده. انت ازاي بتركنه؟ ازاي بتقعده؟ الواد نزل. حسيت ان انا كنت فعلا بلعب الشوط الاول ده ناقص. مفيش جزيري ما عمليش غير فاولين في الشوط الاولاني من نص الملعب. ناصر الواد ما شاء الله محطه، ويقف ويشوط ويحط ويخبط ويروح ويخبط ويروح و... بس ضيع جون ما يضيعش بتاع فتوح. حرام يا ناصر انت كمان. بطني وجعاني قاعد بتفرج على الماتش. انا مش مرتاح قاعد يطلع لك ببروباجندا الجهاز الاداري واللي ما اعرفش مين مشي ومين ولا في ايه لعيبه نازله. انا مش قادر افهم في ايه. يعني انتوا ما تلعبوا الكوره يا جدعان. يعني انت نازل تضيع وقت ليه؟ يعني انا اذيتك في ايه؟ بجد انا اذيتك في ايه؟ ان انت تنزل تلعب ماتش. موت نفسك يعني. انت مالكش لازمه اصلا زي ما بقول لك. موت نفسك بس تضيع وقت. تستموت. ليه؟ مين عامل معاك ايه؟ مين دافع لك ايه عشان تعمل قصادي كده؟ طب والمنظر ده هنشوفه قدام الاهلي؟ انسى. وكده كده احنا مش هنحتاجكم في حاجه، وكده كده ان شاء الله هنكسب احنا الاهلي، وان شاء الله احنا برجلينا اللي هنجيب المكسب ده. عشان بتلاقي في فريق ما اعرفش بقى محطوط لهم مكافئات من حد بره النادي. ما اعرفش في ايه، مش مفهوم. المنظر اللي بتشوفه في الماتش منظر مش مفهوم. منظر فعلا مش عارف. انا مش عارف اتكلم في الماتش ولا في الكوره بسبب اللي بتشوف حاجه. انت يعني بالعقل كده ليه؟ يعني انت الشوط الاولاني بتلعب وبتجيب فرص وبرضه بتضيع وقت. طب ما تلعب يا ابني. هتلعب الشوط التاني هات فيها جون اكسبني. بس العب كوره زي الناس. الجون كل ما تجيله الكوره، الجون لوحده مضيع مثلا سكه 10 دقايق في الماتش كله. والحكم جاي يديله انذار في اخر. لو ملهاش لازمه اصلا انت بتديله انذار. انت ضيعت معاه وقت. يعني الحكم في الانذار راح رامي له الكوره وجري له عليه خطوتين ورجع ضيعنا بتاع 30 ثانيه كمان. عملت معاه الصح. هو اصلا يعني بيعمل كده عشان ياخد الانذار. حاجه غريبه غريبه غريبه. وتحس اللي فيه يعني ما اعرفش بتجي لك انت بقى. انا مش عارف والله ما عارف اجيب منين ولا فين. بفتكر انا بقى حاجات من الماتش. كور ثابته وشغل. فين مفيش. ده احنا جالنا بتاع 60 كورنر. مفيش غير واحد اللي جه في العارضه بتاع الونش. مفيش تاني. مفيش كورنر واحد مظبوط. مفيش كورنر واحد يوحد الله جالي وكور ثابته من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا من كل حته في الملعب. مفيش يابا. النهارده مقفوله ضبه ومفتاح. الاهلاويه حاطين عينيهم ايه كده اهو. ترشق يلا خوان بيروح الجون. رايح انفراد. جيبها بره. ناصر الجون كله جيبها بره. في ايه؟ بجد في ايه؟ الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. اشوفكم بالليل. شوف هتعملوا ايه. ان شاء الله بيراميدز هيحط عليكم وهيرخم عليكم، يا يتعادل يا يخسركم ان شاء الله.